خلاص خلصتوا كلام؟ يعني اللي متضايق من النتيجه هدي، واللي خايف ومتشائم من مباراه العوده بدا يفوق شويه. انا تعمدت ان انا استنى خالص لحد ما كل واحد يخرج كل الطاقه السلبيه اللي جواه، وبعديها بقى نبدا نتكلم. اول حاجه عايز اقولها هي مبروك لكل جماهير النادي الاهلي، لان النادي الاهلي قدر ان هو يكسب الوداد 2-1. يعني ما خسرش، لا ده كمان مش كسب وبس، ده عمل واحده من اجمل مباريات الاهلي هذا الموسم، لو ما كانتش هي الاجمل كمان. وبجد الاهلي عمل كل شيء، اي حاجه تعرفها عن كره القدم هتلاقي الاهلي قدمها لك في مباراه الاهلي والوداد. والاهلي من اول المباراه لاخرها وهو الاقوى والافضل والاخطر. لكن طبعا لسه مباراه العوده، ومباراه العوده دي بقى فيها تفاصيل واسرار كتير جدا بتخلي الاهلي حظه افضل وهو الاقرب انه يفوز بالبطوله. هنتكلم عن تفاصيل في المباراه محدش اتكلم عنها خالص، والمباراه اللي انت متضايق منها دي هوريها لك انا من زاويه تانية خالص هتخليك تطمن شويه وتعرفك ان الاهلي هو الاقرب. بس طبعا قبل ما نبدا في اي حاجه، لو انت لسه ما اشتركتش في القناه بتاعتنا وبتتفرج عليا دلوقتي، اتمنى ان انت تشترك، ده اكيد شرف ليا، ويا ريت نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من اللايكات. يلا بينا نبدا الفيديو. يا مساء الفل على احلى جماهير في الدنيا، يا رب يكون الجميع بخير وفي احسن حال. من بعد ما المباراه خلصت وانا شايف ناس كتير قوي متضايقه وناس متشائمه، وفي الحقيقه انا مش عارف ايه السبب. طب ما بالراحه كده تيجي نشوف المباراه اللي خلصت ومضايقاك دي، وتعالى كمان يا عمي انسى انتمائك وتعالى نجرد الاسماء نتفرج عليها بدون اي انتماء خالص. اول حاجه، المباراه دي انتهت لصالح مين او مين اللي كسب؟ النادي الاهلي. طب مين اللي كان افضل في المباراه؟ النادي الاهلي. طب مين اللي كان فرصه اكتر؟ النادي الاهلي. طب مين كان اخطر؟ النادي الاهلي. طيب كويس قوي لحد كده، سيبك كمان يا عم من كل ده، قول لي اللعيبه اللي كانت موجوده في الملعب وعملت الاداء الافضل دي، هل فيهم حد مثلا مش هيقدر يلعب مباراه العوده؟ يعني فيهم مثلا حد اتصاب؟ لا. طب فيهم حد خد كارت مثلا هيمنعه ان هو يسافر يلعب مباراه العوده؟ برضه لا، بل بالعكس، ده هيزيد عليهم محمد الشناوي اللي هو الحارس الاساسي، مع الاخذ في الاعتبار ان مصطفى شوبير عمل ماتش للتاريخ ويستاهل ان هو يكمل، بس طبعا دي اختيارات كولر. وبمناسبه كولر، هل مثلا هو مدرب تعبان او عمل ماتش مثلا على قده؟ من وجهه نظري انه مدرب قوي قوي ومن افضل المدربين اللي دخلوا مصر، وما يقلش حاجه على فكره عن فيريرا وجوزيه، ولو جاب له صفقات محترمه هيبقى ليه تاريخ كبير قوي مع النادي الاهلي. وانا شايف بصراحه ان هو قدام الوداد عمل كل حاجه بجد ممكن تتعمل. يعني هو كان عامل ضغط عالي على الدفاع وبيخليهم يغلطوا كتير جدا، كان بيعمل هجمه مرتده بهجوم شرس جدا جدا جدا، وكان عامل خط وسط من نار بيخلي اي لعيب يوصل للدفاع وهو تقريبا خلاص ميت، وانتوهات وسروهات واوفرات. بجد عمل كل حاجه ممكن تتعمل في كره القدم قدام الوداد. واعتقد ان الكل شاف يعني ان الاهلي كان قريب جدا جدا من تسجيل ثالث ورابع، وحتى كمان الجول اللي سجله الوداد انا شايف من وجهة نظري انه خطأ لعيبه. يعني علي معلول جه في الاخر وكان تعب بشكل كبير قوي، فبالتالي شتت الكرة بشكل سيء فجت لي لعيبه الوداد. وطبعا من هنا برضو نقول ان الاهلي في امس الاحتياج لباك شمال تاني مع علي معلول، بس بالله عليكم بعيدا عن احمد فتوح عشان ما يحصلش بينا زعل. بس ده غير تمركز عبد المنعم السيء جدا، بس هو اجماليا خطأ لعيبه وده وارد جدا يعني في كرة القدم. بس انا شايف ان كولر هو نجم اللقاء الاول بلا منازع. طيب يعني كل ده هيكون موجود برضو في مباراة العودة. في حاجة تاني، هل مثلا الملاعب في المغرب ملاعب سيئة، ملاعب وحشة؟ طب الاجواء هناك مختلفة عن الاجواء عننا وبعيدة قوي؟ برضو لا، بالعكس ده ممكن يبقى افضل. يعني تقريبا بعد الكلام ده كله تقريبا كل الاحصائيات لصالح الاهلي. طب ليه بقى الزعل والتشاؤم؟ هي مباراة صعبة؟ اكيد مباراة صعبة، اكيد مباراة صعبة، ما انت بتلعب مباراة نهائي افريقيا، اصعب مباراة ممكن تعدي على اي فريق كل موسم، يبقى اكيد المباراة صعبة، ده شيء مفروغ منه. وبعدين طب ما حصل قبل كده اكتر من مرة ان الاهلي كان فرصه ضعيفه زي ما انت بتقول، ان مثلا يكون كسبان 2-1 او كمان يا عم متعادل ويروح هناك ويكسب عادي جدا، وبرضه حصل العكس. يعني انا فاكر مثلا قدام الترجي كان كسبان هنا في مصر 3-1 وراح هناك خسر 3-0. اذا هي متوقفه على ادائك، حتى لو انت كسبان فرق، لو رحت هناك ولعبت وحش
هتتغلب وبرضه هتخسر البطوله. فهي في الاخر واقفه على ادائك. لو انت عندك اداء يكسبك البطوله هتكسب حتى لو انت خسران على ارضك. وبرضه نفس الوقت لو انت ما عندكش الاداء والاصرار اللي يخليك تكسب البطوله وتبقى مصر عليها مش هتكسب حتى لو كسبان فرق. فانا شايف بصراحه ان رغم كل التشاؤم ده انا شايف ان الاهلي فرصه كويسه جدا، بس في شويه حاجات صغيره لازم بقى تاخد بالك منها وتتلاشاها. يعني طبيعي جدا ان هو ممكن، لا مش ممكن، ده اكيد هيحاول ان هو يخرجك بره تركيزك، خاصة لو جاب فيك جول وتقدم عليك بدري. هيحاول بقى ان هو يخرجك بره تركيزك ويحاول ان هو يسعى بكل الطرق ان يخليك تخرج بره المباراة. فمن المفروض والمنطقي ان لعيبة الاهلي تبقى فاهمة كده وما تدهمش الفرصة. الحاجة التانية ودي حاجة مهمة جدا، ان الاهلي يلعب بنفس الاسلوب ده، يعني يفضل يضغط ويحاول ان هو يسجل، واياك ودفاع المنطقة لان هم بيعرفوا يدخلوا. يعني احنا شفنا في الشوط الاول الكره اللي مصطفى شوبير طلعها، رغم ان الاهلي كان مسيطر تقريبا على كل اجواء اللقاء لكن قدروا يوصلوا بكره وكانوا قريبين جدا ان هم يسجلوا. لولا بصراحه براعه مصطفى شوبير في الكره دي كان ممكن الوداد يسجل وسهل جدا. فاياك ودفاع المنطقه. الحاجه اللي بعد كده ان بيرسي تاو يلعب على الطرف، بيبقى اخطر ما يكون وهو على الطرف. لما بتدخله لجوه بيقل من خطورته تقريبا حدود 50% لو ما كانش اكتر. انا شايف كمان لو عمرو السولية جاهز ممكن ان انت تخليه يشارك وتديله تعليمات بالشوط من بره هو ومروان وحمدي. اعتقد ان سلاح الشوط من بره ده هيفرق كتير قوي مع الاهلي. واخيرا عايز اقول حاجه مهمه للناس اللي خايفه من الحكم الاثيوبي بملاك تسيما، ان هو فيه ميزه كويسه جدا ان هو بيحسب اي حاجه كل كبيره وصغيره. واديك شفت الحكم معتز ابراهيم كان حكم ضعيف جدا في الملعب وتحسه تايه كده. فتاني بقول مبروك للنادي الاهلي وكل جماهيره. الاهلي كان مسيطر على اللقاء سيطرة تامة وقدر ان هو يحقق الفوز على الوداد المغربي صاحب اللقب، الفريق الاقوى في افريقيا ومن اقوى الفرق اللي كانت مرشحة للبطولة. ورغم كده فاز بافضلية واستحواذ. سلام.